لايف جريدة نجوم حلوان 24. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل متابعين جريدة نجوم حلوان 24. كل سنة وحضراتكم طيبين. معلم حمادة أبو حازم، كل سنة وأنت طيب. ربنا يبارك لك يا رب. معلم حمادة، كنت عايز أسألك على حاجة. الأوضاع اللي بتحصل، المشاكل اللي أنت شايفها في الشارع، على السوشيال، الفيديوهات اللي بتنزل، أنت إيه رأيك في المشاكل اللي بتحصل دي سببها إيه؟ المشكلة كلها في الفيديوهات اللي بتنزل دي أكبر غلط. هي اللي زودت الجريمة وهي اللي زودت المشاكل. النهارده أي حد بيقول سلام عليكم، الواحد بيصوره ويعمل فيديو، الناس نايمة بتشوف الفيديو، تاني يوم تعمل زيه، لو حصل معاه أي موقف تعمل زيه، حتى لو ما يعرفوش حاجة الفيديو فتح عينيهم. دي حقيقة. الجريمة اللي حصلت فتحت عينيهم، خلوهم يعملوا نفس اللي حصل. طب ايه اكتر جريمه انت شفتها في الاحداث اللي فاتت على السوشيال او في الواقع قدامك؟ يعني الشاب اللي هو بتاع القليوبيه ده، اللي هو بيلبسوه بدله الرأس، اكبر غلط. بتدي فرصه لاي حد يحصل معاه اي حاجه انه يعمل نفس اللي حصل. طب حصل الاحداث ديت حصلت قدامك كتير بالنسبه للواقعه اللي حصلت بتاعت القليوبيه؟ الاحداث زمان كانت اي احداث تحصل لو في الشارع اللي وراك ما كنتش تعرف بيها حاجه، دي حقيقه، حد يسمع عنها حقيقه. انما دلوقتي تبقى الحدث في محافظه غير المحافظه، والناس كلها والشعب كله والعالم كله بيتفرج عليه ويشوفه. مفيش جريمه بتحصل في مصر دلوقتي غير لما العالم كله بيشوفها. وده اكبر غلط. طب ده سببها ايه يعني الفيديوهات اللي بتنزل دي؟ سببها الفيديوهات والتصوير، هي اللي بتزود الجريمه وهي اللي بتزود الغلط. يعني انت حضرتك شايف ان الفيديوهات اللي بتنزل دي كانت اكبر غلط للمشاكل اللي بتحصل دلوقتي حاليا؟ اكبر مشكله. هي عامل اساسي وعامل سبب رئيسي للمشاكل. هي الاساسي في مشكله الجريمه الزياده. تقصد اللي زودت الجريمه. يعني انت حضرتك تقصد اللي الناس دلوقتي بيتقلد، يعني مثلا واحد شاف فيديو زي الواقعه بتاعت اسلام بتاعت القليوبيه اللي هم مثلا لبسوها قميص مومو، ديت ما كانتش اول مره تحصل، في وقعات ثانيه حصلت. نفس الموضوع هيعمل نفس اللي حصل للاسلام، يبقى المشكله زادت. طب انت ما راحتش. طب انت يعني شايف ايه مشكله القميص النوم؟ لما حد ما يعمل مشكله مع حد لازم نكسر عينيه بمعنى الصح زي ما بيقولوا ولبسوه قميص نوم. شايف سببها ايه؟ ايه سبب الفكره دي؟ مين اللي عمل الفكره دي؟ ده اكبر غلط. ده اكبر غلط. في قانون، ارجع للقانون وتاخد حقك احسن من اللي انت فيه. انت كان ليك الحق، اديهم 6 اتحبسوا بالغلط.